بسنة 1989 لمن فتح النار الجنرال عون على الجيش السوري وسماها وقتها حرب التحرير، ما بعرف شو حرر وقتها، أثناء طلعة جوية للرائد جورج سرحال، الرائد الطيار جورج سرحال طالع بطيارته الهوكر هانتر ومارق فوق بحر البترون، بيقوم بيصير في عطل بالطيارة من دون ما حدا يقصفها، وبتيجي الطيارة لتوقع، بيقوم الرائد بيعمل ايجكت وبينزل الباراشوت تبعه بالبحر مقابيل بيت الاستاذ جورج ضاو الله يرحمه. بهالاثناء بتوصل معلومات لتيار المردة انه السوريين عم بيحضروا لانش مشان يطلعوا يحطوا ايدهم عليه للرائد الطيار، يعني يجيبوه لعندهم يخطفوه. بيسارع فورا مسؤول كبير بتيار المردة، بيطلع بلانشو وبيسبق السورية وبيحضنوا للطيار وبيجيبوا على الشط لمحل آمن. هيدا المسؤول الكبير اسمه الرئيس ميلاد أبشي الله يرحمه اللي توفى امبارح. بيطلع الطيار عند سليمان فرنجية، وسليمان فرنجية بيردوا للقاعدة عند ميشيل عون اللي كان فاتح حرب على سوريا، وهن بيقولوا انه سليمان فرنجية حليف سوريا وانتمائه لسوريا. ما علينا، مش هذا موضوعنا، موضوعنا اليوم هو رئيس ميلاد الله يرحمه. من بعد الانتفاضة اللي صارت بالمردة، انتفاضة 3400 اللي استلم فيها سليمان فرنجية الحالي، سليمان حبيب قلبنا قيادة المردة، بيسلم القيادة العسكرية على الأرض كلها سوا بكل المنطقة للرئيس ميلاد أبشي. الرئيس ميلاد ما تصرف بحياته كقائد ميليشيا، كل البترون بتعرف انه رئيس ميلاد كان قاضي صلح يحكم بالعدل بين كل ولاد المنطقة. ما بحياته حدا قادر مش يغبر على رئيس ميلاد بأي شيء، استعمل نفوذه كرمالتا يضغط على حدا، اما اذى حدا، اما اذى شي عائلة. شارك بالمعارك اكيد، الحياة العسكرية كانت بتجبره انه يخوض معارك. نحن عم نحكي على الارض مع المدنيين، كل المنطقة بتشكر برئيس ميلاد. انا شخصيا يا منن السورية موقفيني لانه كنت اعمل نشاطات ضدهم وما حدا يجيبني لرئيس ميلاد. جبران باسيل هلا هو يخبر كم مرة المرحوم بيو جورج الله يرحمه الاستاذ جورج كم مرة راح على الرئيس ميلاد ويروح يجيب له جبران من عند سوريا، وايام يكون جبران مطلوب الرئيس ميلاد يعمل اتصالات وما يعود يروح جبران على التحقيق. كل شباب المنطقة كانت محمية بأجسادها وبكرامتها، ما حدا انهان بالبترون بسبب شخص واحد اسمه رئيس ميلاد، لا من قبل الميليشيات ولا من قبل الجيش السوري. يا ضيعانك يا رئيس ميلاد، يا حبيب القلب، مطرحك هون بالقلب، بس الأبطال ما بتموت، ذكراك حتضل تتكرر والناس حتخبر اخبارك الحلوة. انا بدي اعزي عيلته واولاده وحبايبه، بدي اعزي سليمان باك. يا سليمان باك خسارة كبيرة رئيس بلاد. بدي خص بالذكر كمان اصدقائي نينا زوجته وفادي ونانسي حبيب قلبي وكل عائلته واولاده ومحبينه. خسارة كبيرة رئيس بلاد، خسارة علينا كلنا، الله يرحمه.